عليكم. مرحبا بكم عندي. فيما يخص نولو المقابلة تاع وداد تلمسان اتحاد العباس، وين انهزمنا بهدفين مقابل هدف. وين هداك الماتش انا نطلب نسمع صافية. خالد زكريا، يعني يبان سموه بعد انهزامكم بهدف لهدف، قيل الكثير عن المباراة أن الفريق لم يظهر، كان بارد. أنت اليوم جيت تبين بلي أن النية تاعك أنك لم تبيع شرفك أو تبيع. كما قلت لك أنا من هذا المنبر أو المصحف رانا قدامي باش نحلف الأنصار بلي هذا أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله ما بعت الماتش ولا كان. هدرت مع لي ديريجون تاع تلمسان، الحمد لله انا مفياش هاد القصاد، وهادو اللي راهم متهميني انا شنو نقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل. باسكو انا هاد الفريق ما عمري ما عطيته بظهري، والحمد لله. لعبتوها بفعاليه بالحماس يعني لاغرينتا، حتى ان الاهداف كانت تجي في اللحظات الاخيره، وخير دليل في لقاء مثالي تغني في هدفين لهدف في وقت بدل الضائع. لكن في يوم مباراه تلمسان يعني اللاعبين ما ظهروش بنفس الفعاليه. انت كقائد الفريق كيف يعني هذا راجع الى الاعصاب اللي كنتوا عايشين فيه، سيسبانس او متخوفين؟ فتحي خويا ما يخفاش عليك، حنا نشكر اللاعبين اللي داروا موسم استثنائي. ابار هاد الماتش تاع تلمسان مانيش عارف اللي كاع لي 20 جوار ما كانش في نهارهم، ماشي انا كاع لي جوار. مانيش عارف هذا راجع للخوف ولا للستريس ولا واش بغي نقول لك. انا ما عنديش شك في تاع جوار ولا تاع، الحمد لله درنا اللي علينا، الغالب ما كتفتش. بصح باش يقول لك خالي باع الماتش وواحدين جواره، انا الحمد لله مفياش هذه الخصال. يعني هو نداء توجه للأنصار الذين اتهموك، يعني راك حلفت أم في كتاب الله، يعني أنت اش تقول أو رسالة؟ نعرف باللي الحسرة. نعاود نحلف، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله ما بعت الماتش. والأنصار اللي هم تهميني وتهمين لي جوار، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، والله ما نسمع لكم اليوم والآخرة. جولة مشوار استثنائي، كل السلطات الأنصار رافقوا الفريق، اللاعبين ظهروا بإمكانيات كبيرة وكبيرة جدا. وفي الجولة 29 جولة ضد وداد تلمسان انهزموا بنتيجة هدفين لهدف. هذا السبب الذي خلى الأنصار يشكون في اللاعبين. أنت راك حلفت، راك بينت النية تاعك أنك يعني كنت خارج الإطار. يعني بعد المباراة يعني التحسر تاعكم كي كان؟ أما فتحي والله العظيم بعد المباراة أنا من بعد المباراة مازال يعني ما أمنش نحط راسي في المخدة نقعد يعاودوا لي غير الماتش، هو الماتش هي تاع الماتش عاودوا لي والله العظيم. خالد زكريا، سبق لك ولعبت مع فرق كبيرة، ولعبتوا في هذه كما يقول لك هذه الاتموسفير، هذه المباريات. يعني انت هذه مباراه وداد تلمسان يعني مباراه عاديه كما المباريات الاخرى. يعني انت كنت تقارع ان اللاعبين يخرجوا خارج الاطار؟ حتى واحد ما كان يقارع على اللاعبين يخرجوا خارج قبل الإطار. تنقلكم الى ملعب عقيد لطفي والحراسه الامنيه والتعزيزات ومنها، يعني شيء الحاجه اللي شعلت فيكم او ربما كانت تزيدكم شحنه انكم تقدموا مردود كبير، ولكن حدث العكس. جو اللاعبين كانوا تقريبا كاع اللاعبين كنا باين نطلعوا، كنا باين نفرحوا هاد المدينة. لا غالب خويا فتنا خارج الإطار، نطلبوا من الأنصار. خالد زكريا، يعني قبل المباراة يعني بيوم كنت أنك أردت شراء بعض الألبسة الرياضية للأبناء تاعك، يعني. نعم، اتصلت بتيتيف قلت له وجد لي دوتيني بناتي غدوة زعما إن شاء الله هناك مع الاحتفال يعني. مع الاحتفال لبسها بناتي وخرجهم إلا غالب مكتوب. خالد، الكلمة الأخيرة تختم بها؟
شو بعدين نقول لك، نطلب من الأنصار يسامحونا. احنا كنا باغيين نطلعو إلى غالب. سامحونا سامحونا سامحونا. والنية تاعك دائما صادقة أنك النية لم تاعي تبت. مع أنا شوف، النية تاعي مع ربي أنا الحمد لله راني صافي. الحمد لله. شكرا. كان هذا هو الدردشة التي جرتنا مع أجريناها مع خالي زكريا لتنوير الرأي العام وتبيان حقيقة ما حدث في لقاء وداد تلمسان اتحاد بالحق.